السلام عليكم يا الجلادين، وبكم مقطع جديد. وصل التحدي الثاني لشهر فبراير يا الجلادين، وهذه المرة باسم هنشوف لقاء السحاب. وكذلك سكنات الملوك نزلت الآن في المتجر للناس اللي مهتمة بشرائها يا جماعة. كل السكنات شوفوا قدامكم صارت متوفرة. أما عن شرح مسح التحدي هذا فلايكك واشتراكك يا بعد راسي، وبسم الله خلونا نبدأ. نقطة مهمة يا جماعة، قناة الثانية استراتيجية ترانز موجودة في خانة الوصف، أنزل فيها لعبة مرة رهيبة صراحة اسمها ويد شادو ليجندز. اللعبة هذه فكرتها خرافية يا جماعة الخير، الفترة الأخيرة أدمنتها بشكل مو طبيعي. متابعتك للمقاطع وتحميلك اللعبة بيدعمني بشكل جدا كبير، وبيعطيني فرصة جدا كبيرة إني أرجعها لكم بمسابقات على تذاكر ذهبية، وإني أطور من محتوى كلاش اوف كلانس وأكثر. يا الجلادين الرابط موجود في خانة الوصف. شكرا لدعمكم، والآن من جد خلونا نبدأ. طبعا مسح التحدي هذا يا اخوان جدا سهل، ولكن في نقطة مهمة، انه السم هذا عشان من الان توضح لكم نحطه هنا في ذا المكان، لانه هنا في كمية فخاخ بشكل مو طبيعي بيتجمعوا على الملكة. حلوين، هذه بس نقطة تذكروها لبعدين علشان الشرح يا اخوان يكون واضح من البداية. طيب اللي راح نبدا فيه هو الامر يا جماعه، تاكد انه يكون ارضي، نحطه بهذا المربع، ننتظر فخ الاخفاء يتفعل علشان يا جماعه نفعل طاقه الامر يوصل الى هذا المكان، يكسر كل الدفاعات اللي موجوده هنا، ونكمل على الباقي باستخدام مشروب الزلزال. حلوين حلوين، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه يا جماعه، راح ننزل الجولم من هنا مع الملكه ونفعل طاقتها، نروح للخانه الثانيه نفس الفكره، ننزل الجولم مع الملك ونفعل طاقته، بكذا تخلصنا بالمربع اللي هناك والمربع اللي هنا. من هذه الزاويه يا جماعه راح ننزل الملكه او البطله الملكيه، نخليها تكمل تنظيف. فالان عندنا وشو، الملكه تنظف من هنا، الملك ينظف من هنا، والبطل الملكيه تنظف من هنا. هذا الشيء راح يختصر علينا وقت جدا كبير يا الجلادين. حلوين حلوين، راح ننتظر. طبعا يفضل هنا احيانا انك تستخدم تجميد علشان الملوك ما يموتوا في حال ان الانفر المفرد مسك في الملكه، لكن في هذه اللحظه مثل ما تشوفوا انا ما احتجت بصراحه اني استخدم يا اخوان اللي هو المشروب. طبعا حاليا لازم نجمد البيت علشان ما تبدا تضرب الملكه. طيب راح تموت البطل الملكيه لكن مو مشكله، ولكن اهم شيء تركز على البيت، انها كل ما تفعلت لازم يا الجلادين ان نقعد نجمد الملك شو اسمه البيت. كل ما تفعلت وقربت تتفعل لازم نجمدها بشكل سريع. شوفوا قدامكم بهذا الشكل، بهذا الشكل. الحين هي راح تموت، راح نرجعها مرة ثانية بعد ما تموت يا جماعة، وكذلك راح نكمل تجميد. شوفوا هي راح تموت، لا شوف إذا ماتت المرة الأولى لا تحط عليها المشروب، انتظر شوي يا عزيزي، لأنها في عندها خاصية أنها راح تخليها ترجع، اللي هي الحيوان الأليف هذا راح يرجع البطل الملكية، فلا تستعجل بأنك ترجعها. خلها بعدين رجعها إذا خلاص من جد ماتت. حلو، الحين راح نكمل، راح نخليها لين تموت. الآن راح نرجعها يا جماعة بهذا الشكل مثل ما تشوفوا قدامكم، بهذا الشكل راح نرجعها هنا بذا المكان يا اخوان. من الآن راح نسوي مشروب اللي هو السم من هذا المكان. حلو، علشان خلاص ما يغث الملكة يا جماعة، لأنه هنا راح يكون في كمية سكيلتون بتيجي على الملكة بتهجم عليها هجوم جدا قوي. شوف شلون كمية السكيلتون مع الملوك، فهذا أفضل مكان لتنزيل السم. طبعا بعدها ايش راح نسوي؟ ممكن نجمد التسلا اللي هنا لو حبينا يا جماعه، ولكن الملكه لسه ما راح تموت. في حال شفنا ان الملكه خلاص بتموت نجمد علشان يعطيها فرصه انها ما تموت يا جماعه. وبكذا يا اخوان انتم راح تمسحوا التصميم هذا بكل سهوله باقل وقت ممكن مثل ما تشوفوا قدامكم. الشيء الجميل انه على البطل الملكيه في مشروب التيتان، المشروب الجبار هذا اللي ما يخلي البطله تموت ابدا رغم كميه الاسكلتون الكثيره اللي حواليها. وهذه 3 نجوم يا الجلادين بكل سهوله. لو كنتوا تعتقدوا انه حظ خلوني اوريكم اذا حظ ولا لا. هاجمها بشكل سريع. طيب ننتظر مرة ثانية يا اخوان، ننزل مثل ما تشوفوا. الآن راح تتفاعل المشروب، ثم نفعل خاصية الآمر الآن بهذه اللحظة عشان يوصل إلى نص الدفاعات، ونكمل تنظيف الدفاعات بمشروب الزلزال. هذه الجهة راح ننزل فيها الجولم، بعدين الملكة ونفعل طاقة الملكة. نفس الشيء هنا جولم ملك ونفعل طاقة الملك يا جماعة. وهنا يا اخوان راح ننزل البطل الملكية بشكل سريع عشان ما نتأخر. الآن مثل ما قلنا وشو، إذا والله هذا مسك في الملكة نحط عليه تجميد، يكون تركيزا عليه. في حالة إنه مسك في الملكة يا جماعة راح نحط عليه تجميد. طيب ما مسك في الملكة فخلاص أمورنا طيبة، ما راح نحط عليه تجميد الآن بحكم إنه ما مسك في الملكة مثل ما تشوفوا. حلوين، خلاص امورنا جدا طيبه. الان الملك ينظف من هنا، الملكه تنظف من هنا، والبطل الملكيه تنظف من فوق. حلوين، راح ننتظر اذا قربت البيت وبدات تضرب يا جماعه هنا راح لازم نحط عليها تجميد. لازم التجميد هذا يا جماعه، وكل ما قرب يخلص نحط تجميد مره ثانيه مثل ما تشوفوا قدامكم. لا نحط مشروب هذا على الملكه ابدا يا جماعه، البطل الملكيه لسه بدري، لا تحطوا خليها تموت عادي. شوف راح تحيي نفسها بنفسها يا جماعه، فما يحتاج ان نحط عليها زي ما قلنا وشو اللي هو شو اسمه. شوف التجميد اللي حطيته انا الحين حتى خطا، كان المفروض اني ما احطه بصراحه، لان الملكه اذا ماتت بتكون طاقتها لا نهائيه يا جماعه. خلينا نرجع البطل الملكيه الان. طبعا الملك الحين راح يموت. الان لازم ننزل السم هنا بذا المكان، هذا اكثر مكان لازم ننزل فيه السم عشان البطل الملكيه بيكون عليها ضغط جدا كبير يا اخوان. ممكن هنا كذلك نسوي تجميد عشان البطل الملكيه ما تموت بشكل سريع. وبكذا يا جماعه مثل ما تشوفوا ضمننا المسح بكل سهوله، فالمساله مساله وقت وخلاص.
فهذه المرة قدرت اني امسح التصميم يا جماعة من غير ما استخدم المشروب الاخير. فشاركوا رابط المقطع لاخوياكم اللي باقي ما مسحوا التحدي هذا يا جماعة. يعطيكم العافية الجلادين. لا تنسوا رابط قناة استراتيجية تيرانز موجودة في خانة الوصف. خلونا يا جماعة نوصلها 5000 مشترك، وباذن الله يا اخواني ارد لكم الجميل هذا اذا دعمتوني القناة الثانية. وبس في امان الله.